اهلا بكم في درس جديد من دروس اونلاين. ان شاء الله النهارده هنتكلم عن اف وحالات اف. اكيد انت او انت ناسيين اف وحالاتها واستخداماتها وكل الكلام ده، والافضل انك تكون ناسي. يعني حاجه كويسه جدا جدا انك تكون ناسي. طب ما الانجليزي حلو اهو. هو الافضل انك تكون ناسي عشان نبدا على نظافه. من الحاجات المهمه جدا في اللغه العربيه واللغه الانجليزيه واي لغه هتتعلمها هي الحالات الشرطيه او الكلام اللي بيبتدي باف او بكلمه لو. احنا طبعا عارفين انك بتتعلم لغه جديده علشان تقدر تقول اللي انت بتفكر فيه بلغتك باللغه الجديده ديت. فمثلا في اللغه العربيه عندنا انت لو عايز تقول لو ذاكرت هتنجح، لو جيت معايا هعزمك على الغدا، لو كنت اتصلت بيا كنت جيت بدري، لو انا غني كنت هشتري عربيه وطياره وبيت كبير كمان، لو انا الرئيس كنت هحل مشكله التعليم. فكل الكلام ده بيبدا بلو، وكل جمله من دول بتختلف الى حد ما عن التانية. فازاي هنعرف الاختلافات ما بين دول، وازاي هنترجم الكلام ده للغه الانجليزيه باستخدام اف؟ تلخيص الموضوع، احنا عندنا 4 حالات لاف. مطلوب منك انك تفهم وتستوعب قوي كل حالة بتعبر عن ايه، انك تعرف تكوين كل حالة منهم، يعني كل حالة بتتكون من ايه، واخر حاجة انك تستخدمهم صح، وده نتيجة منطقية للحالتين اللي فاتوا. منك لو عرفت كل حالة بتعبر عن ايه وتكوين كل حالة هتقدر تستخدمهم بكل بساطة. اوكي، الاربع حالات هم الحالة الصفرية، الحالة الاولى، الحالة الثانية، الحالة الثالثة. كل حالة من دول بتعبر عن حاجة، كل حالة من دول لها تكوين بيختلف عن الحالات الباقية. فأنا همر على كل حالة بتعبر عن إيه وبتتكون من إيه، وبعدين في الآخر هنعرف التشابهات والاختلافات ما بين كل حالة والتانية. وأبروميز في آخر الفيديو ده حالات اف بالنسبة لك هتبقى سهلة جدا. أول حالة، الحالة الصفرية. الحالة الصفرية بتعبر عن الحقائق العلمية أو الحقائق العامة. زي إيه؟ مثلا لو سخنت المية هتغلي، لو سقعت المية هتتحول لتلج، لو غليت المية هتتبخر. كل دي حقائق علمية، فعشان كده بنستخدم معاهم الحالة الصفرية. ومثال على الكلام ده: if you heat water it boils. if you heat water it boils. الفكرة هي water مش water، هي water. تمام. لو سقعت المية هتتحول لتلج. if you freeze water it becomes ice أو it turns into ice. if you freeze water it becomes ice. ودي أسهل حالة فيهم، وتكوينها if plus present simple وجواب الشرط present simple. يعني الحالتين بيبقوا present simple زي ما قلت: if you freeze water it becomes ice. احب اقول لك حاجه هتفرحك: انسى الحاله دي خالص، لان مش بنستخدمها كتير. يعني مين بيتكلم في الحقائق العلميه يعني؟ فانسى الحاله دي خالص كانها مش موجوده. يبقى احنا عندنا 3 حالات بس. اوكي، الحاله الثانيه المفروض بقى ان هي الحاله الاولى. احنا قلنا هننسى الحاله الصفريه خالص، فاحنا عندنا الحاله الاولى والثانيه والثالثه. تمام. الحاله الاولى بتعبر عن شيء اكيد او شيء بديهي. زي مثلا if you study hard you will pass the exam. شيء بديهي ان انت لو ذاكرت كويس هتعدي الامتحان. if it's cold I will wear a coat. if it's cold I will wear a coat. لو الجو برد هلبس جاكيت. if it's hot out there I will use an umbrella. لو الجو حر هستخدم الامبريلا. فكل الحاجات ديت حاجات بديهيه يعني تكاد تكون حاجات اكيده، يعني مش محتاجه جدال. هي قريبه جدا بس هي مش حقائق علميه، بالاضافه ان هي حاجات متشخصنه. يعني احنا قلنا الحاله الصفريه بتتعبر عن حقائق عامه مفيش اي اشخاص، انما if you study hard you will pass the exam بكلمك انت، فبشخصن الموضوع. وديت من اكتر الحالات اللي بتستخدم وسهله جدا. تكوينها if present simple will plus الانفينيتيف او future simple. فتكوينها present future if present future. زي ما قلنا if you study hard you will pass. if you study ده البريزنت، you will pass. will pass اللي هو الفيوتشر سيمبل او will plus الانفينيتيف او المصدر بتاع الفعل. يبقى الحاله الاولى اللي عندنا زي ما قلت لك الصفريه دي تعرفها وارميها. الحاله الاولى عندنا if present simple future simple. الحاله الثانيه او زي ما انا حابب اسميها حاله الاحلام. لو انت بتتفرج على ام بي سي 2 بتسمع فيلم كده عاجبك، وفجاه كده لقيت اعلان الاستاذ مصطفى الاغا مسابقه الاحلام.
اللي بيكسب 3 كيلو ذهب، واللي بيكسب عربية، واللي بيكسب بيت، والكلام الجميل ده. فانت كده في لحظة خيال شرخت بخيالك وتخيلت ان انت كسبت مليون دولار او مليون جنيه. خلينا نقول مليون دولار عشان الجنيه الحمد لله يعني. فكسبت مليون دولار، فانت بتتخيل بقى هتعمل ايه. فبتقول if I won $1,000,000 I would travel around the world. لو انا كسبت المليون دولار هلف حوالين العالم. خلينا نتكلم شويه عن الحاله دي. الحاله ديت بتعبر عن شيء خيالي يكاد يكون صعب جدا، يعني يقرب من استحالة انه يتحقق، لان مش كل يوم انت بتكسب حاجة، يعني احتمال بعيد جدا 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 يكاد يكون مستحيل. فانت بتتخيل حالة مستحيلة، زي مثلا if I were a doctor I would treat poor people for free. لو انا دكتور هعالج الناس الفقراء ببلاش، بس انا مش دكتور، انا مهندس، فبالتالي ديت حالة مستحيلة. فانت بتتخيل حالة مستحيلة. تكوينها ايه؟ if plus past simple would plus الانفينيتيف او المصدر. اول حاجه if plus past simple اللي هو الماضي البسيط، وفي جواب الشرط would plus الانفينيتيف او مصدر الفعل. لو لاحظت هتلاقيني قلت if I were، I بيجي معاها was. ليه قلنا were؟ الحقيقه هي اسطمبه، وده من الحاجات الكويسه جدا انك مش محتاج تفكر I بيجي معاها was ولا they بيجي معاها were. ف I were if he were if she were if they were ديت ثابته، فتقول لو انا كذا ف were هنا ثابته. فالحاله ديت من يعني ايه، من اكتر الحالات اللي شايفها ممكن تستخدمها كتير، وتكوينها سهل زي ما قلت لك. where هنا اسطمبة ثابتة، فالجزء الأولاني من if ثابت، اللي بيختلف بس الجزء الثاني وثابت فيه would. انت بس بتجيب المصدر يعني، فالموضوع سهل جدا وبسيط جدا. يبقى احنا لحد دلوقتي قلنا الحالة الصفرية present وديت زي ما قلت لك ننساها. الحالة الأولانية اللي هي بتعبر عن شيء أكيد أو بديهي present simple future simple. الحالة الثانية اللي هي بتعبر عن الأحلام، افتكر على طول الأستاذ مصطفى. if past simple would plus infinitive او if. ولو استخدمت verb to be اللي هي were فهي ثابته مع كل الضمائر. فلحد دلوقتي احنا خلصنا 3 حالات. الحاله الاخيره هي نسميها حاله الندم. ليه؟ لانها دايما مرتبطه بشيء حدث في الماضي، فانت بتتكلم لو الشيء ده كان تم بطريقه تانية كنت هعمل كذا. فانت عندك حدثين في الماضي. فتكوينها ايه الحاله ديت، او بلاش تكوينها ايه، لو عايزين نقول بالعربي، يعني مثلا انا اشتريت موبايل انفينكس هات اكس 507 على ما اعتقد 600 جنيه. موبايل رخيص جدا الصراحه وعملي جدا جدا يعني، وانا منبهر الصراحه بامكانياته. فانا اشتريت موبايل 600 جنيه لان ما كانش معايا فلوس ساعتها، يعني هي دي البادجت اللي كانت معايا. ولكن لو كان معايا 6000 جنيه مثلا كنت هشتري سامسونج جالاكسي اس 6. فانا عايز اقول لو كان معايا فلوس اكتر كنت اشتريت جالاكسي اس 6. فهتقول ازاي كده بالانجليزي؟ لو لاحظت هتلاقي لو كان فده شيء حصل يعني وتم خلاص ما ينفعش يتغير. كنت ده شيء خيالي برضه. فزي ما قلت لك هي مرتبطة الى حد ما بشعور الندم. فبنقول if I had more money I would have bought Galaxy S6. تاني if I had more money I would have bought Galaxy S6. هتلاحظ حاجة مريبة هنا، أنا قلت had مرتين وفي الجزء الثاني would have bought. ف ناس كتير بتبص للحالة الثالثة إنها أصعب حالة، رغم إن أنا شايف إنها من أسهل الحالات يعني، لأن الاستنباط اللي عندك ثابتة. if I had حاجة ثابتة، اللي بيجي بعد هذا على طول هو الباست participle أو التصريف الثالث للفعل. جواب الشرط would have ثابت بلس past participle. ممكن تتوه مني او تكون اوريدي تهت في التكوينات بتاعه الحالات، ولكن ما تشغلش نفسك بالتكوينات دلوقتي، لانك هتلاقي في الديسكريبشن تحت ورقه كده او صوره فيها شرح كل حاله ومثال عليها او اسطمبه تقدر تعمل زيها. المهم بالنسبه لي انك تفهم كل حاله بتعبر عن ايه، ده المهم بالنسبه لي. التكوين بالممارسه ممكن بكتر
انك تذاكر الكلام ده ايا كانت الطريقه، بس المهم بالنسبه لي انك تفهم. فلو فهمت، حفظ التكوين مش مشكله خالص، يعني ساعه بالظبط يكون الموضوع ده منتهي معاك. اختصار الموضوع: الحاله الاولى شيء اكيد، الحاله الثانيه حاله الاحلام، الحاله الثالثه حاله الندم. واحفظ اسطمبة لكل حالة، احفظ اسطمبة لكل حالة، مهم جدا، لانك لو حفظت اسطمبة فانت يعني بالقياس كده هتقدر تكون الجمل اللي انت عايز تقولها بكل سهولة ومن غير اي مشكلة. يعني مثلا انا عايز اقول لو احمد كان اتصل بيا بدري كنت سافرت له ووصلت في الميعاد. هتقولها ازاي؟ نقف ثانية. لو احمد كان اتصل بيا، يعني ده حدث وخلاص، احمد ما اتصلش بيا بدري، فبالتالي انا رحت متاخر، يعني حاجات تمت في الماضي. فهنستخدم حاله، هل هي حاله الشيء الاكيد او البديهي؟ لا. طب هل هي حاله الاحلام؟ لا برضه. تبقى حاله الندم. تمام. نقول ايه؟ if Ahmed had called me earlier I would have been there in time. تاني: if أحمد had وبعدين الباست participle اللي هو called me earlier I would have been اللي هو يكون، يعني أنا كنت هكون هناك. I would have been اللي هو التصريف الثالث أو الباست participle من verb to be اللي هو be التصريف بتاعها الثالث اللي هو been، يبقى I would have been there in time. الموضوع سهل. بكرر كتير لأن عايز الموضوع تستوعبه كويس. ووصلنا دلوقتي للنهاية، فقبل ما اختم هقول لك 3 جمل نفس الأحداث ولكن كل جملة بتختلف عن التانية. الجملة الأولانية بتقول if I become the president I will solve the education problem. if I become the president I will solve the education problem. دي أول حاجة. الحالة التانية بتقول if I became the president I would solve the education problem. if I became the president I would solve the education problem. الحالة الثالثة بتقول if I had become the president I would have solved the education problem. if I had become the president I would have solved the education problem. تقريبا ال3 حالات فيهم نفس الحدث، ان انا لو بقيت رئيس هحل مشكلة التعليم. الحالة الاولى كده، والحالة الثانية برضو لو كنت رئيس كنت هحل مشكلة التعليم. الحالة الثالثة لو كنت بقيت رئيس كنت هحل مشكلة التعليم. ايه الفرق بين ال3 حالات؟ وهو ده يعني الزتونة بتاع الموضوع. لو فهمت الحتة ديت خلاص انت كده حالات اف بالنسبة لك بقت سهلة جدا. فالحالة الاولى if I become the president I will solve the education problem. ده الحالة الاولى اللي هي بتعبر عن شيء اكيد او شيء بديهي. اللي بيتكلم في الحالة ديت ممكن يكون مرشح رئاسي اللي هو البريزيدنشال كانديديت، مرشح رئاسي، فالحدث محتمل جدا او قد يكون بديهي، فهو بيوعد الناس لو انا بقيت رئيس هحل مشكلة التعليم. الحالة الثانية if I became the president I would solve the education problem. الحالة ديت بتعبر عن الأحلام زي ما قلنا اللي هي الحالة الثانية. فديت يعني اللي بيتكلم في الحالة ديت ممكن يكون عيل عنده 3 سنين، فالمدرس بيقوله كل واحد يحلم بخياله عايز يبقى ايه وهيعمل ايه، فهو بيقول لو بقيت الرئيس هحل مشكلة التعليم. انه يبقى رئيس ده في حد ذاته شيء صعب جدا او شيء يعني شبه يكون مستحيل، فعشان كده بتقع يعني الموضوع ده بيقع في حالة الأحلام. ثالث حالة اللي هي if I had become the president I would have solved the education problem. فاكر انت اللي هو المرشح الرئاسي بتاع الحالة الأولى خسر الحمد لله، يعني ما نجحش، فهو بيقول لو كنت بقيت الرئيس كنت هحل مشكلة التعليم. الموضوع ممكن يكون مربك شوية لكن نزل الورقة اللي هي فيها شرح بسيط جدا. انا عارف ان انا اتكلمت كتير وطولت في الموضوع ومطيت في الموضوع، بس الموضوع سهل جدا وممكن يعني تلمه كله في 5 دقايق. يبقى الحاجة الأخيرة وهي بتاعتك دي انت، انك تتمرن practice. بأكد دايما في كل الفيديوهات بتاع اللغة الإنجليزية انك لازم تبراكتس، لازم تتمرن. فاكر وانت بتتعلم سواقة العجلة كنت كده بتمسك الجادون وتحط رجليك على البدال وتبص على رجليك فين وتبدل وانت باصص على رجليك، فاللي بيعلمك يقول لك بص قدامك. بعد فترة بصيت قدامك ورجليك بقت بتبدل لوحدها
وبعد فتره بقيت راجل محترف وبتبدل ومن غير ما تمسك الجدون خالص. فانت مستواك اتطور بناء على الممارسه. والحقيقه القواعد بتشبه لحد كبير جدا المثال ده، لان القواعد هي عامله زي رجليك، الاساس اللي انت واقف عليه. ومع الممارسه هتتكلم من غير ما تفكر اصلا في القواعد. فديت روعه القواعد انك لازم تبذل مجهود الاول في تعلمها. لازم، يعني مفيش حد بيتولد بيسوق العجله، او مفيش حد بيتولد بيجري، لازم يحبي ويقف على رجليه ويبدا يمشي وبعدين بيجري. فاللي يقول لك ان انت هتتكلم انجليزي من غير قواعد بيضحك عليك، يعني كانك بتقول الولد بيتولد يطلع يجري على طول. ما ينفعش، لازم تمر بالمراحل ديت علشان الانجليزي بتاعك يبقى كويس يعني تبقى بيرفكت في الانجليش. لازم تتعلم شويه قواعد، مش بقول لازم تبقى يعني تدرس القواعد بصوره اكاديميه، ولكن لازم تعرف قواعد. فبحاول قدر الامكان اسهل الموضوع ده. هتلاقي طبعا زي ما قلت لك الورقه اللي فيها الشرح ده في الديسكريبشن تحت الفيديو، نزلها حطها على السمارت فون بتاعك، راجعها باستمرار، حاول تتخيل حالات في دماغك وتشوف انهي حاله اللي تيجي عليها. كمان ممكن يعني هتلاقي مواقع فيها اكسرسايزز، تمارين انك تحل الحالات ديت عليها. لو انت مثلا ما عندكش ريسورسز لمذاكره الانجليزي او لتتمرن تمرن حالات اف بتاعتك، فشوف ديسكريبشن. واتمنى ان انا اكون وضحت الموضوع بشكل كافي. That's it guys. Don't forget to subscribe if you haven't yet, and if you like the video give it a thumbs up, share, and if you have any questions leave them in a comment and I will answer them as soon as possible. ولو عندك اي فكرة للدروس الجاية في اللغة الانجليزية سيبها لنا في كومنت. السلام عليكم.